اشطر يقول لك الفلوس وسخ الدنيا، واشطر الاخر يقول لك الفلوس هي الفرحة والسعادة. ندخل نترينا ونولي خليقة والا نتعلم صنعة ونمشي للبلدان الشقيقة. نورمال انا نعدي 15 سنة من ناحيتي قراية باش نخدم خدمة يخلصوني اوراق مطبوعة في دقيقة، وانا يا خويا مواطن عادي نحب نعمل فلوس. شنية اسهل طريقة؟ كل ما تبدا بينك وبين روحك غاطس تخمم في الموضوع، تروح الوحلة خليك تعمل بوز الفيديو، تجيب قهوة ولا حويجة تتاكل وتجيبها والغالي نروح مع بعض. خليني نرجع بيك 4000 سنة لتالي، وكيف نقول لك 4000 سنة لتالي نحبك بالرسمي تبدا موجودات. باش نحطك انا في سيناريو بتاع انت 4000 سنه لتالي انسان مغروم بالمصيف، تخرج كل يوم الصبح بكري وتروح كان في الليل، تعدي نهارك الكل بريسك وانت تصطاد، ومن بعد تروح في الليل لزينوبه تعطيك كعبه الحوت تعمل لك مشوي، تاكل وترقد وديما نفس الروتين قاعد يتعاود. وهذا يا بابا الغالي حال 90% من التوانسه اليوم. اما نهار بنهار وبعد تروح المصيف تتعدى لسي حسين الحطاب، تعطيه كعبه حوت ويعطيك هو كيلو حطب. في الوقت هذاك ما كانش فما فلوس، كانوا يمشيو بسيستم التبادل، وبحكم انت وزينوبه في الدار ما عندكمش تلفزه، كل عام تحبل وتبدا عاد تتوحد، يا روحي نحب الفستق، نحب البدنجان، نحب لاكاجو. تفد وتلقى قدامك زوز حلول، يا اما تمشي تلوج على فلاح يزرع في اللاكاجو ويحب على الحوت زاد، على خاطر مش الفلاح الكل ياكلوا الحوت. عديت نهار كامل وانت تدور تلوج على الفلاح هذايا، ما قالك راني نقبل عليك احطب، تمشي لحسين الحطاب تاخذ من عنده الحطب وتعاود ترجع مره اخرى للفلاح نتاع لاكاجو، تشري لاكاجو ومن بعد تعاود تروح لزينوبه. ريت ما عملت هذوما الكل كان ما روحت سيدي جا زينوبه ولدك عنده شهوه كعبه اكاجو في وجهه. عام 770 قبل الميلاد وانت كالعاده مروح بكعبه الحوت بتاعك مزروب باش تتفرج في التلفزه، عرضك راجل وقال لك خويا انا نعطيك زوز تروف نحاس هذوما، تعطيني انت الكعبتين الحوت اللي عندك، على خاطر القطاع النقديه هذم حاجه نادره برشا تنجم انت تستعملها في اي مكان، ونزيدك زياده ما تفسدش كيما الحوت، تنجم تخليها عندك قد ما تحب، تشري لاكاج والفستق البدنجين اللي تحب عليه. وغادي ونقيد التاريخ اول كوين اتعملت في الصين مصنوعه من نحاس وعندها قيمه في السوق على خاطر ميزانها خفيف والتجار يجموا يستعملوها في البلايص الكل. عام 600 قبل الميلاد كينغ اوف ليديا الياتس صنع الكوين اللي فيها نقشات بينيه، هذه تشري كعبه حوت وهذه تشري كعبتين ونص، باش يسهلوا شويه نقل العملات من بلاد لبلاد. كل مملكه تصنع ورقه فيها راس الملك والا القائد نتاع البلاد اللي هما فيها باش تبين اللي هي اوريجينال وتربح ثقه التجار. اسمعني الزينه من التاريخ وجه ندخل بيه في بالرسمي بيه تجيب فلوس، وباش نمشيو بتكتيك سامبل على الاخر. تحب تشري بطو كبير وكله صياده وتسيبه في العمل، يدخل لك فلوس صباح وليل وقت اللي انت تبدا عامل جو مع زينوبه وتدور وتستمتع بالحياه. اول فكره تجي في مخك انه نبيع كعبات الحوت نتاعي، نصرف شطر ونخبي شطر. اللي نحب نفسره من هذا الكل انه المصيد هو خدمتك والا دومينك اللي انت فيه. الحوت هي الشهريه اللي باش يعطيها لك، عارفك بعد النهار والا شهر خد. اما بابا الغالي ما تنساش لي البحر واسع وعريض، جوست انت لازمك شويه ريسك. في موسوعه وورد سالري في احصائيات هبطت في 2024 اقل شهريه في تونس هي 1000 دينار تونسي، وبيناتنا انا نعرف وانت تعرف اللي اشترى الرجله تخلص من 800 وانت هابط. اما ميسالش نمشيو ب 1000 دينار في الشهر، ومن الشهريه الجايه قررت انك باش تقص المصروف الكل، تاكل بليش، تسكن بليش، تلبس بليش، وتحوس بليش، تخدم وتخبي فلوسك الكل في البنك، باش تيجي تشتري كهرباء محترمه نقولوا 80000 دينار، نزيدوهم فيلا والا دار صغيرونه ب 200000 دينار، وبروجي يصرف عليك القيمه نتاعو 120000 دينار. نسهل عليك الحساب، في العام تلم 12000 دينار تونسي، ومن الدقيقه هذه لازمك 33 سنه خدمه، لا تهز زينوبه للسينما، لا تلبس، لا تخلص كرا، ولا تشتري ماكله. هو راه مش كان انت، انا بيدي نحسب في الحساب وباقي مانيش مصدق، عاودت 10 مرات. اما اسمعني نزيدك حاجه اخرى باش تصدمك، اللي احنا حسبنا الحسبه هذه من غير ما قرينا حساب التضخم المالي والا الانفليشن. هو التضخم المالي لازمه فيديو وحده، اما انا باش نعطيك نظره صغيره. الفلوس تخسر قيمتها مع الوقت، يعني 30 سنه الفيلا اللي مقمرها انت باش تشتريها بالسوم الفلاني، السوم نتاعها باش يولي تريبل كان مش اكل، وال1000 دينار اللي في البنك باش تبدا تغزر لها وتقول كما قال جدك بالضبط، ايه يا حسره كي كان المليون مليون. عمري ما يسمح ليش اني انا باش ننصحك شنو تعمل ولا ما تعملش بفلوسك، اما مخي يجي مسربيك معلومه مدروسه ومتداوله برشا عند العباد. ولهنا باش نتفرقوا مع بعضنا في 3 نقاط. البوينت الاولى واللي هي الاستثمار. روبرت كيوساكي في الكتاب نتاعو يقول لا تدخر استثمر، والحاجه هذه وحلت في مخي لليوم ما عادش تحب تتنحى. التفسير البسيط للاستثمار هو انك تزرع فلوس تطلع لك شجره تخرج لك منها ثمار، وكي تقطف انت الثمار هذوما تسمى استثمار، عاود تزرع مره اخرى وكل
مره تزرع فيها كل ما تزيد تكبر في راس المال، وكل مره تحصد فيها تزيد تقرب للجول نتاعك. ليتس اللي تنجم تشد كعبتين حوته كهو في نهار، ومانيش باش نخليك للشر باش نقولوا تاكل انت كعبه والكعبه الاخرى بيعها والفلوس نتاعها ماكش باش تحطهم في البنك. تبعد شويه على البحر ولا الدومين اللي انت فيه اللي مركب لك الفلوس تجيك منه هو، تمشي تشري شجره صغيرونه مثلا كل يوم شهر ولا عام وانت تعمل في نفس الشيء. ديبيندز الحكايه هذه على الدومين اللي انت فيه والمونطون اللي باش تدخل به. اما نقول سمعت كلامي ومشيت شريت شجره صغيرونه، بعد عام عامين 5 سنين تلقى ديجا عندك برشا سورس نتاع حطب تنجم تبيعه كيما جاركم سي حسين الحطاب اللي هو ديجا عايش من بيعان الحطب. هو الا تزيد تستثمر، ديجا قلنا كل ما تزيد تستثمر كل ما تزيد تقرب للجول نتاعك. شجره صغيرونه اللي باش تشريها في وقتنا تو ما عاد الشجره، فما اسهم عقارات اراضي فيلا، وكنت تفكر ديجا قلنا اللي الفيلا مع الوقت السوم نتاعها باش يولي تريبل كان مش اكثر، وهذا يسبب التضخم المالي. والحاجه هذه كما تخليها تمشي معاك كما تنجم تخليها تمشي ضد. كي تشري حاجه وتخليها لمده طويله انا نضمن لك اللي السوم نتاعها باش يطلع. هو مش غدوه لقاك شاري شجره وتزرع فيها في الدار، فهمت؟ هذا جوست اكزومبل على 4000 سنه التالي. نعرف اللي هي تفدد وتبان بعيده الخمسه والا العشر سنين، اما كان صدقني ربي ماهيش ابعد من 33 سنه. والانترنت راهي ماهيش نتفليكس وتيك توك كهو، الانترنت بحر كبير تنجم تعوم وتغطس فيه، وبالمراحل خطوه خطوه تنجم توصل للحاجه اللي تناسب المونطون اللي انت باش تدخل بيه والا الدومين اللي انت فيه. نوعدك اللي المره الجايه باش نزيدوا نتعمقوا في الموضوع اكثر، اما نقولوا اللي انت ما عندكش فلوس اصلا باش تبدا. هذاك علاش باش نركزوا تو للبوينت الثانيه نتاعنا. البوينت الثانيه هي تطوير مهارات والا نجم نقولوا الاستثمار الذاتي. لا سي اللي تنجم تشد كعبتين حوته كهو في نهارك، تخرج كل يوم ويا سبحان الله هذاك هو حد الجهي، تمشي للبحر وتقمر في الحوته تنقز عليها بيديك الزور. اما كان ما تمشيش نهار صاد زينوبه باش تقعد للشر، وكان انت ما تضحيش على جيلها فما امكانيه كبيره انك تخسرها وتمشي لسي حسين الحطاب. اما نحن نقولوا اللي زينوبه بنت ناس وتمن بيه، غدوه ماكش باش تمشي للبحر، بالعكس باش تمشي للغابه. وكان لاحظت شي ديما راك باش تمشي بلاصه عكس البلاصه اللي انت فيها راك باش تلقى حلول اكثر، على خاطر البلاصه اللي انت فيها هي الكومفورت زون نتاعك واللي هي خليتك مرتاح برشا. باش تمشي للغابه سيدي خويا وشنو باش تعمل؟ باش تلوج غصن باهي وباش تحفف له الاجناب نتاعو، وبعد عام 3 4 شهور وانت تحاول وتكسر في راسك جا النهار اللي اخترعت فيه رمح. المره الجايه باش تمشي فيها للبحر ما عادش باش تولي تشد كعبتين حوته كهو، ديما باش تلقى نتيجه ما خير. تجي تبدا برمح شبكه توصل صناره، يا اخي يقولوا صناره ولا صناره. المراحل في التطوير الذاتي ما توفيش. هنري فورد واللي هو مولا شركه فورد اول ما بدا في الدومين نتاعو كان يصنع كيما كل الموتورات يبداو بثلاثه عجين، اما تو الموديلات اللي قاعده تهبط حاجه اخرى. وفما مره كتب فازه عجبتني على الاخر: if you always do what you've always done you will always get what you've always got. كان باش تقعد ديما تعمل في الحاجه اللي تعمل فيها راك ديما باش تقعد تلقى في نفس النتيجه. السيستم والا القانون اللي حطته فينا الحياه انه كانت تغيب على خدمتك راهي حاجه خايبه. واكبر مرض مانيش نغيبوا عليه هو الفقر، والفقر راك تنجم تستعمله موتيفيشن في بلاصه ما تقعد نهار كامل وانت دازو في بلاد. التطوير والا الرمح اللي نحكيو عليه يجم يكون كورس تشريها والا دومين تدخل فيه، يجم يكون وقت تعطيه باش تعرف عباد ما خير منك في الدومين وتكبر معاه. كان باش تقول لي بلادي خايبه وديما دازو في تونس، نحب نفكرك اللي حتى انسان ما هو مانع عليك الخروج لبرا، جوست انت لازمك تحرك شويه، سينو كان ديما باش تقعد تعطي في روحك في العذار. نحب نفكرك اللي راك باش تعدي حياتك كل وانت تشد في الحوت بيديك. البوينت الثالثه نتاعنا واللي هي النولج، نجم نسميوها معرفه ولا ثقافه. وكالعاده لا تسي اللي تنجم تشد كان كعبتين حوتك هاو في نهارك كل يوم بعد تروح مصيد ديريكت باش تروح تحط تتفرج في التلفزه انت وياها والا تدوروا في التيك توك ونفس العادات اللي تعمل فيهم كل يوم. ولهنا انا باش نقول لك اللي النولج وين تجي وباش نعطيك صدمه صغيرونه مش كبيره برشا، فيديو كامل وانا هازك للبحورات وتشد في الحوت وتوسع في بالك. اما كان جات النولج موجوده راك تعرف اللي الحوت يطلع كان في الصباح بكري والا في العشيه مخ. مثالش عمل بوز للفيديو لهنا وخذ راحتك، خذ حتى نص ساعه واسال روحك زعما الدومين اللي انا فيه ولا الدومين اللي نخطط باش نوصل له زعما هذاك هو الدومين الصحيح. احنا اللي ميزنا كشعب تونسي اللي تحكي معاه في الكوره يحكي معاك في الكوره، اللي تحكي معاه على طفله اغتصبوها في 2006 وجابوها في الحقائق الاربعه ما كانش فما حق في المسامح حكايه سمعت بها ديجا الحكايه وعشت معاهم وفي بالك بكل شيء وتفهم في السياسه وفي بالك بجو بايدن اللي باش يعمل تونس قاعده حربيه وتعرف كل شيء. وهذه نحب نقول لك اللي هي حاجه خايبه. فما 20% من مخك ديما لازمها تقول اللي انا ما نعرفش كل شيء. هذيك الحاجه اللي باش تخليك ديما تسال وتعرف اكثر. بلاصه التسعة سوايع مصيد اللي تعديهم كل يوم كنت تنجم تعدي 4 كهو، ساعتين في الصباح بكري وساعتين في العشيه مؤخر. وصدقني انا كانسان لاني مغروم بالحوت ولا بالمصيد ولا ناكل الحوت من اصله. الانترنت اليوم
اليوم اقوى برشا من انك تحصرها في باد هابت. وعلى ذكر الباد هابتس، من اكثر الحاجات اللي قاعده تبخل في الشباب وفي الشعب التونسي اليوم هي الزط. هذاك علاش فما فيديو لوطا جوست كليكي وانزل اتفرج. وكان احنا في دومين الحلول و4000 سنه التالي لقينا الحلول هذه الكل. تصور انت في 2024 مع الحاجات اللي متوفرت لك والتطور الموجود هذه الكل قديش من حاجه تنجم تلقى فيها حل.